البداية قبل أن نتطرق إلى المعركة نفسها راح نرجع بالأحداث إلى يوم الغزو العراقي في 2/8/1990. غزت القوات العراقية دولة الكويت. نتيجة هذا الغزو تشكلت مجموعات من المقاومة الكويتية. جاءت هذه السياسية اللي تسمونها كان فيها مجموعة من الجنود العراقيين بأمر من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، أمر بتحويل هذا البيت إلى متحف ليظل شاهداً على ذكرى الغزو العراقي وآثار وتضحيات أبطال الكويت في مقاومة الغزو. هذا المتحف يفتح أبوابه صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع لاستقبال الزوار وتعريفهم على معلم مهم يمثل حقبة مهمة من تاريخ الكويت في دفاعهم عن وطنهم، أبناء الكويت دفاعهم عن وطنهم وعن أرضهم. هذا البيت أيضاً في طور التطوير، والآن احنا نعمل له تطوير في عدة أجنحة تعريف الزوار بالأجنحة المختلفة من خلال زيارة المعرض اللي يضم صور للمعركة وآثار المعركة، وأيضاً راح نضيف صور لأبطال المقاومة الكويتية بصفة عامة وصور كذلك وأعلام الدول المشاركة في تحرير الكويت. الشيء الكويتي مو معروف وين،